هذو الحين شباب يعني 20 سنة 2005. فنيا متمكن، ذهنيا كانوا حاضرين الكلام اللي يتكلم فيه ربيع، انه ذهنيا الفريق ككل ومنهم العناصر اللي برزوا كانوا حاضرين ذهنيا اكثر منه فنيا. تكتيكيا شيء ثاني. معنا صراحة في كل مباراة يخلق مشكل لأي مدافع كان، من كل الجنسيات، الفرنسية، الإسبانية، البرازيلية، خلق مشكل كبير على الجهة اليمنى. أنا قوة المنتخب المغربي كان من الجهة اليمنى، لأنه هو واخيرا خرج احسن لاعب في البطوله، يستحقها بجداره، استحقاق عاليه جدا. انا نشوف حتى الاهداف، يعني هو قام كل شيء في الاهداف، غير الهدف الاول مخالفه مباشره جميله وحتى جدا. الهدف الثاني يعني قام بتمويه فات بسيطه جدا، ولكن هي اللي غيرت المعطيات تماما يعني. وكان قادر يسجل هدفين من بعد الهدف الثاني لوحده. يعني صراحه يستحق التتويج يعني لا قدوه كل بلدان العالم كلها، بقى فيهم بلدان العربيه قدوه انك ازاي تستغل الرياضه خصوصا كره القدم، انك تبقى عامل الطفره الكبيره في بلدك كده. تحياتي لكل القائمين على الرياضه في المغرب، واتمنى يا رب دايما الاحسن والتوفيق للمنتخب ده، وان شاء الله هيك هو ليه ان شاء الله ميداليه في الاولمبياد ان شاء الله يا رب العالمين، وتبقى ذهبيه ان شاء الله. طيب ابتعد عن الانتهازيه والانتهازيين واللي يركبوا على الاحداث، وما اكثرهم انت تعرف الان بعد كاس العالم مش يجيوك ناس باش يركبوا على الحدث، وانا كونت وانا عملت وانا استثمرت. يعني سنشاهد هذه الاشياء الان، والجميع سيحاول ان يستثمر في هذا المجال، وممكن يفسد العمليه نسبيا. ما الذي يجب ان نفعله الان حتى نكمل بنفس الطريقه وبنفس الاراده؟ والله عزيزي، أنا في هذه النقطة بالذات ظهور بعض الانتهازيين، ظهور بعض النفعيين، هذا أمر عادي جدا في العالم العربي. ولكن ما يفرحني على الأقل نحن هنا في المغرب الآن أصبحنا نتصدى لهؤلاء وبشجاعة، وليكن ما يكون. أنا أعتقد ما يجب الآن القيام به هو الترقية، قد أسميها بالترقية. ولا أعتقد أن الآن هذا المنتخب هو الذي يجب أن يكون منتخب أولمبيا، وبهذا الطاقم أيضا التقني للمنتخب الأولمبي وهكذا. ولا أعتقد أن الجامعة الملكية المغربية بناء على الرسالة الملكية ستسير في هذا الاتجاه. بناء على كل هذا الإمكانيات المالية موجودة، البنية التحتية موجودة، المواهب داخل المغرب وخارج المغرب موجودة، الأطر الفنية المغربية الكفء موجودة. إذن أين الخوف؟ هنا عزيزي هيك نقول لك وأتمنى